السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. معاكم النهاردة إن شاء الله هنحل أول نموذج من كتاب الامتحان، مراجعة نهائية لفلسفة أولى ثانوي. خليكم معانا وما تنسوش تدعموا القناة عشان نستمر ونحل كل الامتحانات إن شاء الله. ادعموا القناة لو تكرمتم عشان نستمر. النموذج الأول صفحة 119 من كتاب الامتحان. بيقول لي يرى الفيلسوف، السؤال الأول طبعا بيقول لي يرى الفيلسوف بارمينيدس أن العالم كمثل أو كمثل كرة تمت الاستدارة، كمثل كرة تمت الاستدارة، فالأرض كروية وتقع في مركز الكون. يعبر ذلك عن نشأة الفلسفة طبعا أكيد في بلاد الإيه؟ اليونان. احنا عارفين إن الفلسفة نشأت بمعناها التقليدي أو معناها الحقيقي في بلاد الإيه؟ في بلاد اليونان. خلاص، على يد مين؟ على يد طاليس. وطبعا الاسم ده بارمينيدس ده فيلسوف يوناني. خلاص، وبالتالي ده بيعبر عن نشأة الفلسفة في بلاد اليونان. طبعا ما تنسوش الفلسفة بمعناها الحقيقي أو التقليدي نشأت في اليونان على يد طاليس في الفترة ما بين القرن السادس إلى القرن الرابع قاف ميم، يعني قبل الإيه؟ قبل الميلاد. تمام؟ إنما الشرق القديم طبعا كان تفكير بيميل إنه ديني أخلاقي. خلاص كده؟ طيب. طبعا الشرق القديم عارفين مصر والهند والصين وبلاد فارس. التفكير الفلسفي ينمي الوعي الجمعي للمجتمع، فهو يساعد على منع وقوع الافراد فريسه للامراض. يبقى التفكير الفلسفي بيمنع المشكلات دي. وقوع الافراد فريسه للامراض الاجتماعيه التي تؤدي للعديد من المشكلات مثل الاغتراب وعدم الانتماء والتبعيه وتحول القيم. الاغتراب ان الفرد يحس ان هو غريب عن المجتمع، يحس ان ثقافته يعني بتختلف مع ثقافه المجتمع. وبالتالي التفكير الفلسفي هيمنع كل ده، هينمي الوعي الاجتماعي، وبالتالي هيمنع المشاكل دي كلها. يبقى بالتالي هيحافظ على الايه؟ هيحافظ على المجتمع، لان المشكلات دي بتظهر فين؟ مش دي مشكلات اجتماعيه او امراض اجتماعيه بتظهر في المجتمع، يبقى الفلسفه او التفكير الفلسفي هيحافظ لي على المجتمع. سؤال رقم 3: اثناء تناولك للطعام انتبهت لقول مذيع بالتلفزيون عن انتاج روبوت يساعد في الطهي، يعني انسان آلي بيطبخ. تمام؟ دي حاجه طبعا ملفته للنظر، حاجه بتثير الدهشه. فتعجبت، يعني ايه تعجبت؟ يعني اندهشت. تمام؟ لان الحاجه دي حاجه غريبه، شيء غريب لفت ايه انتباهك واثار الدهشه فخلاك تتعجب وتتساءل. يبقى هنا بيكلمك عن الدهشه. خلاص؟ طيب. رقم 4: الفلسفه في اوسع معانيها هي المعرفه التي تعتمد على النظر والتامل وعلى ترتيب الحقائق الذهنيه وتشكيلها في قضايا تنظم العالم كله. حط خط تحت العالم كله. العالم كله معنى كده ان الفلسفه بتنظر الاشياء نظره كليه شامله، يعني جامعه. تمام؟ كل هنا بيساوي جامع. ماشي يا جماعه؟ انما امتى نختار ذاتي او نسبي؟ لان الاثنين بيساووا بعض. خلي بالكم، ذاتي بيساوي نسبي. امتى نختار دي؟ لما يقول الفلسفه بتعبر عن وجهه نظر صاحبها، او بتختلف المواقف الفلسفيه تبعا لوجهه نظر الفيلسوف. كل فيلسوف نشأ في بيئه معينه وبالتالي له وجهه نظر مختلفه. معنى كده ان الفلسفه وجهه نظر نسبيه ذاتيه بتعبر عن راي ايه؟ صاحبها بس. تمام؟ انما طبعا الفلسفه ما هياش علم تجريبي خالص، يعني التجريبي ده خاص بالعلم وليس بالفلسفه. طيب. رقم 5: يقول جان جاك روسو الفيلسوف الفرنسي: الفلسفة الحديثة لا تقر إلا بما تستطيع فهمه. فهمه يعني تفسيره. طالما أنا فهمت حاجة يبقى أنا فسرتها، أو فسرت حاجة يبقى أنا فهمتها. تمام؟ لأن التفسير معناه أن أنا بتوصل لأسباب الشيء وبالتالي بفهمه. بس كده؟ طيب. رقم 6: طلب منك معلمك أن تقوم بعمل بحث عن ظاهرة العنف. أنت هتعمل هنا بحث اجتماعي، بحث اجتماعي علمي. وتوصلت بعد البحث إلى أن هذه الظاهرة لها أسباب متعددة. الأسباب المباشرة القريبة أهي. تمام؟ زي إيه؟ تأثر الفرد بالبيئة المحيطة به، ومحاولات الخاطئة من البعض لإثبات الذات. كل ده بيؤدي لمشكلة العنف. تمام؟ يبقى أنت كده بتعمل بحث علمي عن مشكلة الإيه؟ العنف ده. تستخدم أسلوب التفكير الإيه؟ أسلوب التفكير العلمي، اللي هو طبعا بيبحث عن العلل او الاسباب القريبه او المباشره للاشياء باستخدام طبعا التجارب اللي معروفه. رقم 7: دافعت عن اخوك، المفروض عن اخيك. هي هنا في غلطه لغويه. عن اخيك، دافعت عن اخيك. تمام؟ رغم اقتناعك التام انه مخطئ، وطلبت من والدتك او من والدتك الا تعاقبه. يبقى انت بالرغم انت عارف اخوك غلطان بس بتدافع عنه من ايه؟ من دافع الايه؟ او من سبيل ايه؟ او بسبب ايه؟ بسبب العاطفه. انسياق وراء العاطفه. ايه اللي خلاك تدافع عن اخوك؟ عشان انت بتحبه وبالتالي العاطفه
هي اللي بتتحكم فيك. خلاص كده، يبقى انت وقعت في اخطاء التفكير نتيجه عامل الايه؟ عامل العاطفه او انسياق وراء العاطفه. خلاص كده. السؤال طبعا رقم السؤال الثاني رقم واحد بيقول لي: تمثل انتزاع الفكره الجوهريه لموضوع ما وقصر الانتباه اليها دون الافكار الاخرى المحيطه يعكس ما سبق احدى مهارات التفكير الفلسفي. هي مهاره ايه؟ انت مركز على فكره جوهريه لموضوع معين وسبت كل الايه الافكار التانيه الخاصه بالموضوع. انت كده جردت الموضوع، يعني جردته من الافكار بتاعته وركزت على فكره واحده. ده بنسميه التجريد. بنسميه ايه؟ التجريد، مهاره التجريد. رقم اثنين: قمت بالاعداد. اعداد يعني تنظيم القيام برحله سياحيه لمدينه الاقصر، واستمتعت مع اصدقائي كثيرا بالرحله. ليه بقى؟ لان انت عديت للرحله، يعني جهزت لها يعني فنظمت الايه؟ نظمت الرحله او نظمت تفكيرك. يبقى تنظيم التفكير. الفلسفه ترفض اي اعتقاد لا تثبت صحته بالادله والاستدلالات. الفيلسوف مش بيقبل اي حاجه الا من خلال ادله. تمام؟ لان ليه؟ لانه بيعمل عمليه فحص او نقد لاي فكره او لاي شيء. تمام؟ والفكره دي لو ما كانش فيها ادله وبراهين بيرفضها طبعا. يبقى فحص الاراء والمعلومات ده بنسميه مهاره ايه يا اولاد؟ مهاره النقد. مهاره الايه؟ النقد. ده بنسميه نقد، ان انا بفحص الاراء والمعلومات واللي ما فيش دليل برفضه طبعا. طيب، كنا عارفين ان مهاره النقد تابعه او تاليه لمهاره الشك. أربعة: رفضت أن تصدق خبر وفاة أحد المشاهير على الفيسبوك إلا بعد أن تتقصى عن الحقيقة. ما رضيش تصدق أي حاجة من دي إلا لما تدور على الحقيقة الأول. ليه بقى؟ لأنك أنت الفلسفة بتشكل عقل الإيه؟ عقل الفرد. يعني إيه بتشكل عقل الفرد؟ يعني بتخليه ما يقبلش أي حاجة إلا لما يتأكد منها. يبقى تشكيل عقل الفرد ده معناه حاجتين يا ولاد. هنشد خطين كده نكتب هنا: تفكير ناقد. أول حاجة تفكير ناقد، ان هو مش هيقبل او يرفض الا بعد ما يفحص ويشوف. تمام؟ وبالتالي هو مش هيتسرع في اصدار الايه؟ الاحكام. يبقى عدم التسرع في اصدار الايه؟ في اصدار الاحكام. مش كده؟ يبقى تفكير الناقد وعدم التسرع في اصدار الاحكام. طيب. رقم خمسة: تأثرت بخروج أحد معلميك للمعاش. آسف أنا صوتي مش واضح عشان عندي برد جامد. تأثرت بخروج أحد معلميك للمعاش فقمت بكتابة بعض الكلمات تعبيرا عن حبك له. يبقى أنت بتحبه وبتكن له احترام، وبالتالي كتبت موضوع كتبت أبيات شعر. يبقى أنت كده عبرت عن أفكارك في شكل إيه؟ لفظي. يبقى هنا لأن التفكير بنعبر عنه بشكل لفظي أو رمزي. ده خاصية من خصائص التفكير. رقم ستة: مهارة قائمة على معيار أساسي وواضح هو اليقين. مهارة قائمة على اليقين الذي يطمئن إليه الباحث نفسيا وعقليا، به توزن الآراء والمذاهب. ده أحد أنواع الشك. اللي هو أنه شك يا أولاد؟ اللي بيوصلني اليقين دايما هو الشك المنهجي البناء، اللي بيبدأ بالشك وينتهي إلى اليقين، بيوصلني الحقيقة ويوصلني لليقين. الشك الإيه؟ الشك المنهجي. أما المذهبي ده بيساوي المطلق. الاثنين دول بيساووا بعض، المذهبي والإيه؟ والمطلق. المطلق اللي هو الدائم، اللي هو المذهبي اللي هو يبدأ بالشك وينتهي للشك برضه، وبيؤدي للشك ما بيؤديش لليقين. يبقى المذهبي بيساوي المطلق. تمام؟ اما الشك المنهجي ده اللي هو المؤقت، ده اللي بيوصلني للايه؟ اللي بيوصلني لليقين. والشك الاعتيادي اللي هو ناتج عن الجهل بالايه؟ الجهل بالشيء. عفوا. رقم سبعه لما انا جايبه طبعا الشك الايه؟ المنهجي. رقم سبعه: هو تفكير اسطوري ساده. اسطوري يبقى خرافي على طول يا اولاد. طالما اسطوري، اسطوري يبقى خرافي، يبقى تفكير خرافي. يبقى بيعتمد على اسباب غير ايه؟ غير صحيحه، اسباب ساذجه وتافهه في تفسير الايه؟ المواقف والاشياء. تمام؟ يبقى انا بكلمك عن اسلوب التفكير الخرافي. طيب، انهي اسلوب اللي بيتطلب الوصول للعلل المباشره؟ طبعا اسلوب العلم. ده العلم. طيب، يتطلب الوصول للعلل البعيده، اسلوب فلسفي. يتصف بالجده والاصاله والقيمه، اسلوب الابداعي. تمام كده؟ طيب، سؤال رقم 8 بقى. نجيب رقم 8 ايه؟ السؤال رقم 7 نجيب من هنا السؤال الثاني. طبعا السؤال الثالث اللي هو الاسئله المقاليه. اسف، الاسئله المقاليه. تمام كده؟ خلاص، ده نهايه الايه؟ نموذج يعني الاسئله المقاليه. بيقول لي: اتخذ تاجر قرار بزياده اسعار كل السلع ورغم اعتراض العاملين بالتسويق الا انهم نفذوا القرار. بالرغم ان هم معترضين على القرار انه قرار خاطئ يعني،
بس نفذوه ليه بقى؟ لان الراجل ده بيمارس عليهم السلطه، التاجر ده. خلاص، يبقى اذا هنا عامل الهيمنه او عامل السلطه. هو عايز مثالين، هنكتب المثال الاول مثلا: اضطر الطالب دخول القسم العلمي استجابه او تنفيذ لرغبه ايه والده او لقرار والده. يبقى هو الوالد هنا بيمارس عامل الهيمنه او السلطه او السيطره. المثال الثاني: اضطر الموظف لتنفيذ اوامر رئيسه او مديره في العمل بالرغم من خطأ القرار. بس يبقى اي مثالين عن عامل السلطه او الهيمنه. رقم اثنين: رغم انك تشاهد الكثيرين من اصدقائك يطلبون مبالغ ماديه اكثر من احتياجاتهم، الا انك تراعي والديك وترفض ان تسلك سلوكهم. يبقى انت بترفض انك انت تعمل زي اصدقائك اللي بيطالبوا بمبالغ كتيره قوي قوي من اهاليهم. انت شايف ان السلوك ده سلوك مرفوض. تمام؟ ليه؟ لانك انت ليك وجهه نظر شخصيه مختلفه عن اصدقائك، نتيجه تفكيرك الايه؟ انك بتمارس التفكير الفلسفي. لان الفلسفه بتشكل لدى الايه الفرد، او بتكون لدى الفرد شخصيه مستقله. تمام؟ تخليه يرفض السلوكيات الايه؟ السلوكيات السلبيه. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنا تكوين وجهه نظر ايه؟ شخصيه. وبالتالي انا هرفض هذا السلوك المشين او السلوك السيء. كده وصلنا لنهايه النموذج. ان شاء الله نستكمل مع بعض بقيه النماذج. بس ادعموا القناه لو سمحتوا، اشتركوا وعلقوا على القناه، وما تنسوش اللايكات برضو، وشير للقناه عشان نستمر. استودعكم الله ونلتقي على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.